مظبوط، المفروض اقول ان انا مسلم او مسيحي، وده يعني بيأثر فيا في حياتي السياسيه. اكيد انا سلفي، اكيد انا بتابع الدين اللي انا ماشي وراه من زمان جدا، مش حابب زي ما نص خلاف. هل ان احنا لما نتكلم يا جماعه في السياسه نبتدي نستخدم مفاهيم عامه، افكار مجرده، ما احاولش اجيب كلام يجيب كتير عشان ما يبقاش الكلام اللي انا حاسس دين فغيري هيطلع بره الحمام يشرب سيجاره وبعد كده يدخل في الاخر. حابب ان احنا نقبل ان احنا نبقى عندنا برنامج، ما يبقاش الموضوع ممول، كل ما ينزل على حاجه ما يبقاش برنامج. حاجه ثانيه انا عندي ملاحظه على الاخوان ان هم عندهم عقده هتلر، ان هم مضطهدين. يا جماعه كلنا كنا مضطهدين في البلد، ما حدش كان بيعمل اي حاجه في البلد. شكرا. انا عايز بس اتكلم في موضوع مهم قوي. قبل الثوره كان في استاذ صبحي صالح كان ليه جمعيه او كيان او حاجه زي كده بتتكلم عن المدنيين المعروضين على المحاكم العسكريه، وكان هو بيناقش دايما قضيه المدنيين المعروضين على المحاكم العسكريه. كان غالبا المدنيين دول بيبقوا اخوان بس، تمام، لا كانوا سلفيين او يعني او يساريين او ليبراليين او اي حاجه. فبعد الثوره في مدنيين، في 9000 واحد تعرض لمحاكمه عسكريه. عندي سؤالين، بناء على هذا الكلام عندي سؤالين. هل احنا يعني هل احنا قابلنا تماما ان المظالم دي تعدي كده بالساهل؟ وهل قابلنا وعدينا بالساهل زي ما بنعلق على كل حاجه بنرد على بعض الحته في كل حاجه؟ ليه ما عديناش مثلا حاجه زي اللي هو مفتوح شاهين في مساله ان الجيش هيبقى ليه في الدستور الجاي ماده بتديله سلطه فوقيه فوق رئيس الجمهوريه وفوق مجلس الشعب وفوق كل الناس. مين احمد؟ على حسب علمي احمد. احنا الاسلاميين. حد يوصل بين الاسلام والاسلام. بتتكلم على انه الاسلاميين بشكل عام بعد الثوره في تخلي شويه عن قضايا الحريه. في تخلي كبير، تخلي تماما. ميزو سلف جديد يعني. انا بسكت. اتكلم بس وخلصنا. اولا انا خمسة دي بتقال عليا او ان هو بيتقال عليا سلفي جدول اول حاجه. حكايه ان جيبوا ما يأدي يا جدع. حكايه من الاول اساسا يعني ان اللي خلى 30 على جنب كده حكايه نقد الناس ان هي جت من اول ان هي قالت ان 30 كذا وكذا وكذا، ف 30 بقى على جنب كده عشان حطوا في ركن كده. فلو هم حتى لو اتقال ان 30 ما لهم مش معترضين على المحاكمه العسكريه، ماشي 30 معترضين على المحاكمه العسكريه، بس هل يا ترى احنا برضه قلنا ان ايمن يقول برضه ما جه على جنب كده برضه ما كانش كتير على المحاكمه العسكريه او ما عملش ما قالش ان انا ضد المحاكمه عشان قال ان انا ضد المحاكمه العسكريه، ما عملش حاجه برضه نفس الكلام. كل الليبراليين وكل ما حدش يتكلم كتير عن المحاكمه العسكريه كنقد ايه؟ لا بنتكلم كنقد سياسيه، ما حدش يتكلم عن المحاكمات العسكريه بالمنظور اللي هو كان قبل كده برضه. فاحنا هنقول ان المحاكمات العسكريه ال 30 بس او الاسلاميين هم اللي كانوا واقفين على المحاكمات العسكريه، لا ده شيء مش صح يعني. بالنسبه بقى ان كنا بنتكلم عن الاختلافات اللي كانت جوه الاخوان. كان بيتكلم كان عن الاختلافات السياسيه، عن الاختلافات المذهبيه جوه الاخوان. كان بيقول قدسي ثالث وازهري وحسن البنا. ماشي، انا كنت عايز بس اساله يقول لي الفرق بين الاربعه جوه الاخوان. الفرق بين الاربعه جوه المحافظه دي ده موضوع كبير قوي يعني هنطلب منه مقال. انا كاتب عن كتابة فعلا الموضوع ده قبل كده في مقال اسمه استثمار حاجيات الحريه موجوده على بس الاختلافات الرئيسيه مدرسه الازهر هي المدرسه اللي انا عبرت عنها واتكلمت عنها،
مدرسة الأستاذ البنا هي مدرسة تجمع بين مدرسة الأزهر والمدرسة الحدثية الإسلامية بأشكالها المختلفة. مدرسة الأستاذ سيد قطب تقوم على تفسير مسيس جدا للقرآن، وتقوم على وضع حدود بين الحركة الإسلامية باعتبارها حركة منفصلة عن المجتمع لأنها في هوية واحدة في مقابل توازن دول الانتماء اتكلمت عليه في المدرسة الأزهرية. والمدرسة السلفية مدرسة انا عارف ان السلفيين هيزعلوا مني، بس انا ده على الاقل تحليلي للمساله السلفيه. مدرسه جوهرها الماديه، وده بمعنى عدم القدره على التعامل مع المتجاوز النون فيزيكال او الترانسندنتال، وده يظهر في مجالات الدين الثلاثه الاعتقاد والفقه والسلوك، وبيستمتع بها ظهوره في التعامل مع مجالات الحياه المختلفه، وده بينتج نظره فردية مادية إجرائية استهلاكية قريبة جدا بشكل كبير من الرؤية الحضارية الرأسمالية الغربية الليبرالية المعاصرة. احنا على فكره نتاخر شويه ونرجع لها تاني كده عادي. ورا هنا حاضر جايين ورا. انا عايز ابتدي بس اولا انا مسلم، وانا شايف ان انا سلفي برضه، لان الامام مصر كلها سلفيه محدش يقدر يعترض على كده، تمام. انما اللي انا عايز ابتدي طرحه هو الناس خايفه من الاتجاه الاسلامي فين؟ الناس خايفه من الاتجاه الاسلامي ليه؟ الحقيقه الناس مش خايفه من الاسلام، الناس خايفه من سيطبق ده. لان احنا لو بصينا على الاساسيات بتاعت الاسلام، احنا بنتكلم على العداله الاجتماعيه، احنا بنتكلم على المساواه، احنا بنتكلم على المواطنه، كل دي من اساسيات الاسلام. حلو الكلام؟ انما لما نيجي نقول مرجعيه اسلاميه، انا زي ما قلنا ان في مليون مشكله فقهيه اتفقنا على 1000 واختلفنا عن 999,000. حلو الكلام؟ تعالى لما نقول مرجعيتنا نحدد النقط اللي احنا بنتكلم عليها. المواطنه مش مرجعيتها اسلاميه، يبقى المواطنه واحده من ايه؟ من النقاط اللي بنتكلم عليها. العدل مش مرجعيته اسلاميه، يبقى نرجع لايه؟ لهذا الكلام. اللي احنا خايفين منه هو الحقيقه المبادئ بتاعه الاخوان. 1 الثقه، 2 الطاعه، تمام؟ من غير ما يبقى عندي الحق ان انا اراجع حد داخل ديكتاتور. ببساطة شديدة يا جماعة، يعني أنا رأيي إن ده كمان مخالف للشريعة الإسلامية، لأن لا تكن إجماع إلى أحسن الناس وأحسنتم إلى لو هي الركن الأولاني كان هنحل القصة دي. تمام؟ اللي احنا بنقوله إن أولا احنا مش عايزين نبقى بنمضي على بياض حد. لو هنقول مرجعية إسلامية نحدد احنا عايزين إيه من المرجعية الإسلامية، تمام؟ 3 ما حدش فوق النقد، تمام؟ كان كل واحد بيكتب رأي وبيرد عليه، تمام؟ أبو حامد الغزالي كتب إيه؟ تهافت الفلاسفة، رد عليه ابن رشد، تهافت رد عليه ابن تيمية. ما حدش فوق النقد، تمام؟ لو إحنا ما نخاف منه 1 إن يقول رأي صواب ولا يجوز تصويبه، 2 يجب أن أخبر إيه؟ غيري على رأيي. بس لا اروح هتروح الكلام متعلق بايه؟ هو الكلام اللي انا قلته هو ده مش شروط الجماعه، هو في حاجه اسمها عصر كان البيعة يعني هو يعني ايه كلام جماعه؟ هي الجماعه دي انت لو قلتها على اي مكان تاني، لو الاشتراكيين عندهم جماعه يبقى او حزب مثلا زي حزب سياسي، لازم يبقى في ثقه بين الناس اللي موجوده فيه، ولازم يبقى في طاعه الحاجة الثانية مش مبادئ الإخوانية وأدبيات كده موجودة في حاجة مهمة جدا. أنا في واحد اسمه وحيد عبد المجيد على المصري اليوم تقريبا يوم 19 كتب مقال اسمه يعني اللي يضمن إن
مش عايزين الاخوان او السلاكين او المساكين ايا ياخد نوع ان هم يمسكوا الحكم مفيش مشكله، ده ممتاز جدا، اشتغلوا على الشارع زي ما هم بيشتغلوا في الشارع، خلي الشارع هو اللي يقول لهم لا. فده حاجه كبيره، وخصوصا يعني ده بيظهر جدا في التعامل الاعلامي مع اي قضيه. مثلا اقول حاجه انا مختلفه معاك يا فكره ان انا موبايل متجوز ده مش كويس، هو الموضوع انا اتضايقت جدا من طريقه التعامل، ان هو اخذ مساحه كبيره جدا جدا داخل على تويتر وعلى الفيسبوك. انا ما عرفتش فيه تصريح تاني لدكتور كمال خليل، وبالمناسبه انا كنت دكتور كمال خليل جدا، انا كنت جاي اعمل حاجات شخصيه، كنت بحب جدا ان انا امسك حاجه من عمالها عشان اتصل بيه يعني اخد رايه. مؤتمر الايام السلفيه، مؤتمر الايام السلفيه قال ان هو مو ان الاسرائيليين عندهم استعداد ان هم يشيلوا السلاح يدفعوا ميزانيه الدوله. ما فيش حد اتكلم عن الموضوع ده. انا عايزه اقول لك الاخوان هم اللي قالوا عليها قبله محدش يقول يا علاء بترفع ايدك وبس. هنا بسرعه هنا خليك دقيقه بس. طيب اولا في حاجه عند الاخوان بعد تحفظ عليها اسمها اركان البيع، بس هم لو طبقوها هتبقى شيء ممتاز جدا. ان هي فيها اهم 3 اركان فيها هم يعني يخلوا الناس تفكر. اول ركن اسمه الفهم، افهم. ثاني فهم بيقول له اسمه الاخلاص، يعني تخليك مخلص ده في دينك بقى لوطنك. ثالث ركن اللي هو العمل. هم لو طبقوا ال3 اركان دولت هيبقوا حاجه عظيمه. ودي اركان البيع عند الاخوان. حاجه فيما يخص النبي بقى صوت فرح هقولها. لازم الموضوع يجيبكم قوي. انا اصلا مراتي ازهريه، في ناس كتير اللي هي ناشطه وصحفيه معروفه. اعتقد ان هي مسار احترام ناس كتير جدا يعرفوها من مسار احترام صوفي بشكل كبير جدا. وانا علاقتي الاجتماعيه والانسانيه باعتباري نموذج اسكندراني كبيره جدا بالاستاذ صوفي، وعمر ما انتقد ادائي ان انا متجوز واحده، لكن انا ممكن اكون اتفهم اسلوبه خاطئ في التعبير عن فكره الاخ يتجوز اخته وهي قصه تافهه في الاخر يعني. فانا بقول لكم انا فرح ابويا بقول عليه وانا في اسكندريه ما هو راجل ابويا. انا متضايق جدا من البروباغندا السيئه جدا اللي هو انبياء وكانت مسيئه لما يسمى ما بين قوسين ثاني الاسلاميين، لكن هي ما تعبرش عن الاسلاميين بشيء خاص. يعني جدا عايزه اقول حاجه، انا بحب الاخوان المسلمين الجزء الاول، الاخوان ما بحبش المسلمين انا مسلمه على فكره. اولا في القران قال لك قولوا امنا، جاءت الاعراب قالوا امنا، قال طبعا انا بقول قولوا امنا ولا تقولوا اسلام. لا يعاود على العقيده او تفسير حقيقي للعقيده والدين. دي واحد. الحاجه الثانيه الدين الاسلامي خرج بالمجتمع كله من القبليه. هجره الرسول الهجره الى الانتماء للقبيله والناس للانتماء للحق. اللي بيحصل دلوقتي ان المجتمعات تؤسس في قبائل منها مسلمين اسلاميين مسيحيين وحتى شباب الثوره، يعني يفرقوهم يقول لك ده شباب ثوره وده مش اختلاف وده تخلف ودول اصلاحيين ودول كذا. اعتقد ان المنهج بتاعكم لازم يتغير جدا بسرعه وتفكروا بطريقه اخرى تخرج بنا عن القبائل. كل الناس احنا كلنا فكره القبيله دي هي اللي للمجتمع ككل. المجتمع ككل واضح من النقد ما حدش يرد عليه. بس بالنسبه بس انك تتعامل مع الاسلاميين او مع الاسلام مع الظاهره اللي انت بتناقشها مجرد بمعنى ان انت لو مثلا مسؤولين احرار معنى كده ان هو صحف الاسم من بقيه المجموعات حتى السلفيين. انا ممكن اتكلم ان انا مناهج سلف عندنا طالب دوله مدنيه وكنا حزب المدني، مش بالضروره تكون تسحب الفكره دي مني، لكن دي الهويه اللي مش نايمه. لا هو بيقول انه يعني العنوان بتاع الاخوان المسلمين هو عنوان المصريين احرار فينوش لبرامج. انا هنا احرار ومش مسلمين. ده اللي هو بيقول هنا برضه احنا بنتكلم دي حاجه برضه موجوده بره في الجديد. هناخد من ورا الاستاذه. ردا على اللي بره قالته الاخوان المسلمين يشتغلوا على الشارع اكتر وبقيه التيارات ما بتشتغلش على الشارع. المشكله ان التيارات الثانيه ما بتيجي تشتغل على الشارع بتتكلم في الحريه والعداله والحاجات اللي المفروض تتقال دي بتيجي مسابقات دينيه. الاخوان لما تيجي تشتغل على الشارع بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمكم
احنا مش فاهم. احنا مش عاوزين نستخدم الدين ومش عارفين نوصل للناس، فاحنا زعلانين عشان هم بيستخدموا الدين. هم بيوظفوا الدين. وايه المشكلة يعني؟ هم هي الناس اللي هي منشقة بتتكلم عن مرجعيتها الدينية عميقة جدا وهي مرجعية فكرية. يعني اظن كلنا اظهرنا كلام ابراهيم وكده. يعني نعمل ايه؟ يعني نمنعهم من ان هم يعبروا عن نفسهم. الواقع العملي اللي انا بشوف فيه كل الناس يعني هو بينزلوا لما بيجوا ينزلوا الشارع بيقولوا الاسلام هو الحل. مثلا الناس مثلا بالزيتون شفت يوم لسه متعلقه على صيف الخير. احنا مدينة نصر برضه في صيف الخير. مدينة نصر عندنا صيف الخير. كورسات كمبيوترية، كورسات كمبيوتر، وندور في كل حاجة. وفي بلاي ستيشن. لا هو تقريبا باين كان في شفت عندنا في المنطقة في الحياة. معلش انا عايز اعلق على كل الكلام. لو في شرم الشيخ انا بكره هتلاقي الشرطة حتى لو طبقوا الشريعة بالمرجعية الإسلامية والرئاسة المدنية ده عادي. لا أنا خايف يدخل السجن وخايف من التخزين السجن ومش عايزهم وخايف عشان ما يأثروش على اللايف ستايل بتاعي اللي هو غير متدين ومش عايز أتدين. علاء ثواني عايز على الناس اللي ما اتكلمتش. انا قلت مش عايز تدين غصب عني. حد ينص ثواني ايوه هتبص في كل النواحي بس انا عاوز احرك النقاش شويه. فانا عاوز اسال هنا الناس، حتى الناس اللي لسه ما اتكلمتش، الناس اللي ورا، هو ايه الخطه بالنسبه يعني انا متخيل ما حدش هياخد اجنبيه اللفه اللي جايه. بس يعني لو تخيلنا اجنبيه احنا بنحلم بمصر عامله ازاي؟ الشباب اللي بيسمي نفسه اسلاميين بالذات اللي من جامعات ثانيه غير الاخوان كمان، هو بيحلم بدوله عامله ازاي؟ مش لازم في المسميات مش لازم نستخدم نفس الكلمات اللي متكرره او كده. حاول توصف لي فعلا انت عاوز ايه. انت عاوز تطبيق الشريعه والحدود ولا انت عاوز دوله مؤسسه شكلها عامل ازاي؟ حاول توصف لي الراجل ده محق انه يبقى خايف ولا مش محق؟ مين عاوز يقول؟ مين بيصنف نفسه الاسلاميين عاوز يقول؟ لازم حد سلفي يتكلم. انا احيي اخ فعلا بفضل شعوره وانا معاه لما يحدث في هذه الايام من رموز التيارات الاسلاميه. فعلا شوشوا على اصول الدين الاسلامي. فعلا الرموز كلها بتقع من هنا ومن هنا. انا معاه فعلا ولكن اطالبه بان هو يعني ما يخافش، لان عمر ما لا اكراه في الدين، لا اكراه في الدين ولا في الالتزام. قد تبين الرشد من الغي. فخلاص فانا حضرتك بطمن حضرتك هو فعلا انا معاك دلوقتي في تكفيش وللاسف من رموز التيارات الاسلاميه سواء من هنا ومن هنا. فالحل والخطه المستقبليه اولا مصر كلنا نجتمع على مصر دلوقتي يا جماعه. مفيش اي تيارات ولا اي طوائف ولا اي ديانات. المسيحي والمسلم واقفين على ارض واحده والرصاص اللي هتجيله مش هتفرق بينه وبينه. نمرة واحد. نمرة اثنين داخل التيارات الاسلاميه بقى او داخل الشعب المصري كله كل واحد يعتقد ان اللي قدامه بيحب مصر زيه. نمرة اثنين كل واحد يعتقد ان اللي قدامه بيحب مصر زيه. نمرة ثلاثة كل واحد يتنازل شوية ويقرب من اللي قدامه. انا اقرب من الليبرالي والليبرالي يحاول يقرب مني برضه. ما اتهمش لا هو اتهمه ولا هو يتهمني. وبعدين نمرة 4 نركز في الأولويات. الأولويات دلوقتي إن هم بيجرونا لطريق مجهول ولازم نتميز. هم مين؟ هم اللي ماسكين البلد دلوقتي. يا اخوانا دلوقتي نركز ونفوق. دلوقتي يحضروا لنا الكفن، يحضروا الثوره الكفن. فان شاء الله الاولويات احنا نركز في نقطه واحده. اذا اجتمعنا وان شاء الله يكرمه ونعود اذا اجتمع ما حدش يقدر يتصرف. انما ايه وظائفهم نعيش في حاله طيب. فاشكركم مش عايز ادور.
عاوزك تقول لي لو وصلت ماشي، معلش انا اسف انا اقول انتوا، بس لو وصلتوا هيحصل ايه؟ شكل مصر بتحلم بمصر عامله ازاي؟ نحلم بمصر دولة مدنية عادلة، دولة مؤسسات فيها فصل بين السلطات، دولة لديها دستور يحمل الكثير من الحريات، لكن انا بقول ان الاغلبية مسلمة، فانا بطالب بالمرجعية الاسلامية في كل مصر. يعني ايه؟ يا رجالة انا هستأذنكم بس، هاخد من بعيد عن علاء، هستأذنك بس نص دقيقة هقول فيها كلام بس بعد اذنكم يعني. حد فيكم سمع حلقة دعاء سلطان بتاع التوك شوز الأخيرة؟ أعتقد إنها عرض نخبة إعلامية موجودة، النخبة الإعلامية دي بتطلع كل يوم معركة سياسية جديدة، بتخبط 4 تيارات موجودين في مصر من قديم الأزل، قومي وليبرالي ويساري وإسلامي، ال4 تيارات بيخبطوا في بعض في دولة ما فيهاش مؤسسات خالص، لا دستورية ولا غيره، لا فيها برلمان ولا شورى ولا أي حاجة، وفيها مجلس عسكري مجلس عسكري تاريخ في ضغط البلد جدا. يعني ممكن احنا لو استمر الامر زي كده، والشارع اللي موجود اللي عنده رصاصه وشارع بعدم وجود الامان، وعنده اقتصاد ضايع، والناس قاعده في الشوارع، وكل ده سواء كان موجود بصوره عاديه جدا بعد اي ثوره زي ما بيحصل في كل الثورات، او كان موجود بصوره مفتعله قويه فيها اصابع الحزب الوطني اللي سيطر على 31 سنه، انا اعتقد ان المعركه اللي احنا بنشوفها دي يا جماعه كلها معركه هلاميه لا اساس لها خالص، ونقابلكم الثوره الجايه واقفين الشريعه الاسلاميه اللي انا اقصدها مشروع ثواني بس على بعد مشروع الحضاره الاسلامي والاستعلاء لا يختلف مشروع سياسي واحد. مشروع الحضاره الاسلامي ده ميراث 1400 سنه وشويه، الميراث ده كله اللي يزعم ان هو بيحتفل اخوان او سلفي، حزب النور، حزب الحريه والعداله، اي حزب مكون اللي بيدعي ان هو بيحتكر الاسلام كله في جمله واحده او في مشروع واحد، انا اعتقد ان هو غير صادق، ولدينا الكثير من الادله على تكذيبه. ايه هو مشروع الهويه الاسلاميه في البلد؟ اسال الناس اللي في الشارع، ما تسالش النخبه اللي قرت واتكلمت وعملت بعيده كتير عن عم عبده البواب اللي هو عايز محدش يمنعه ان هو يروح يصلي او ان هو يعمل كذا او ان هو يعمل كذا. ده اللي انا بقصده. الهويه الاسلاميه مش معناها ان انا اخش على المحجبه وامرها بالحجاب، حتى لو كنت معتقد ان الحجاب ده فرض، مش معناها ان انا اخش على طالب الكروزه واقول له انت مشغل اغاني هقطع رقبتك ولا الكلام ده كله. في امور في الاسلام عباره عن دعوه، وفي امور في الاسلام بتخش في مجال التطبيق. والدي كان طرح فكره على تويتر من فتره ان يبقى في يعني هو انا في حاله التوتر والقلق والتخوف من عدم وضوح مثلا تلقي الفنانين مثلا فيما يتعلق بالبرلمان اللي جاي كان يدخلوا على الجمهوريه، فهو كان يقول انه تمثيل القوى دلوقتي سواء الاسلاميين سلفيين او اخوان او ليبراليين واشتراكيين، ليه ما في كلهم ما يحطوش من دلوقتي تصور عام هم شايفين الدستور هيبقى شكله عامل ازاي، بحيث يبقى يعني الناس المتخوفه تبقى عارفه ويبقى التصور ده جزء من بلدكم الانتخابيه بعد كده. النهارده انا قريت ان الجماعه الاسلاميه عملت مشروع دستور وعرضته على مجلس العسكري بدون ما حد معناه هو للاسف لسه هم مش لوحدهم اللي بيعملوا كده، بس عرضته على المجلس العسكري. ده مش المفروض يتم، المفروض ان هو يتعرض على المجموعات السياسيه الموجوده في البلد تناقش وبعدين تكون دستور. هي عايزه تنفرد بالسلطه من قبل ما السلطه تتسجن، وبعدين هي تلغى التلفزيون يقولوا كلمه وبعد 5 دقايق ينفوها. عدم الصدق في كلامهم بيخلينا احنا مرعوبين منه. صح. انا عاوز بس انا عاوز اقول له في النظام واحنا بنحاول نتكلم، احنا بنتكلم بعض. فالجماعه الاسلاميه عملت ايه ومكتب الارشاد عمل ايه احنا مش بنتكلم دول، احنا بنتكلم بعض. احنا اللمه دي بنتكلم بعض. اوكي، فانا عاوز لو انا بتكلم عن الاسلاميين بتكلم عن الاسلاميين اللي معايا هنا، دول ممكن يكونوا لا يعبروا عن التيارات ازاي، بس هو بيده ايه، فهو يعني احنا بنتكلم بعض. دي حاجه. تاني حاجه، انا معاكم واضح المقاعد، انا معاكم في
حالة الصدام اللي حاصلة دلوقتي او كذا او كذا او كذا دي يعني جزء كبير منه ممكن يبقى مفتعل او الغرض منه اننا نتفتت واحنا فاهمين في الميدان نسينا الكلام ده كله. بس شئنا ان ابينا في مرحلة دي هتخلص وفي مرحلة ثانية بتاعت هدى، في مرحلة ثانية لازم يبقى عندنا فيها رؤى. احنا متحدين حتى لو احنا مش عاجبنا ايه الرؤى احنا هنحافظ على الرؤى بتاعت الميدان بتاعتنا صف واحد. لكن بعد ما ينتهي العدو، بعد ما يمشوا العسكر، بعد ما في الخيال المدى البعيد مفيش حد فينا هيحقق طموحه الكامل. انا طموحي الكامل انه مفيش دولة اصلا. ماشي ده مش هيحصل. مش موجود اصلا، ده مش هيحصل. فانا ماشي فاحنا عاوزين على طموحاتنا الكامله ايه؟ عاوزين على طموحاتنا اللي هي في خطوات الطموح. طموح كامل مفيش دولة اصلا. في ناس هنا هتبقى مرعوبة. ماشي معلومة بس يعني اللي عاوزه دلوقتي انه يبقى في محليات، انه حاجة تبقى لا مركزية. فاحنا عاوزين نسمع منكم ده برضو من غير ما نبقى مهتمين قوي باللحظة الراهنة دي. نحلم شوية، نبص لقدام شوية، ما نقعدش نبص بس تحت رجلينا. أروى انا معلش مش هاخد 140 في 2. طيب انا بس عايزه ارد على القرش على فكره بيستخدموا الدين والكلام ده كله. ده انا الكلام لسه قايلاه على فكره الظواهر الدين والكلام ده هاخده من مجال ثاني، مجال فلسفي. انا يعني فكره اجابه على السؤال الوجودي السريع جدا هو الانسان موجود ليه في الارض او ليه الانسان انسان. فمن وجهه نظر فلسفيه اسلاميه الانسان موجود عشان هو يستخلص في الارض ومهمته هو اعاده اعمار الارض او اعمارها بما يحقق اعلى مستوى من الانسانيه او ايا يكن. يعني المهم ان هم استعمروا قبل كده الحاجه الكبيره اللي هي عباده الله. تمام؟ فانت لما تيجي تتكلمي عن السؤال الفلسفي الثاني وبناء عليه بيقوم كل شيء بناء من منطلق. يعني انا مش عايزه اقول ديني لكن هو من منطلق اسلامي. التعريف اللي انا لسه قايلاه عن نفسي انا ليه اسلاميه هو فكره ان انت لما تقف تصلي الجسد بيخضع على الروح اللي انت شايفاها. هو برضه النظام الاجتماعي بيخضع لمسار الدين او مسار المرجعيه الاخلاقيه سواء كانت دينيه بقى هنسميها دين هنسميها يعني هو لازم هيخضع للمرجعيه الاخلاقيه بتحتها اشياء معينه. فلما حد يقول لك فكره ايه ده مش دين انزلي انت اعملي فكره الشر مثلا شوفي بقى براحتك. طب انت مش هتعرفي تعملي الاسلام. يعني انت لو مش هتعرفي تعملي ما عندكيش القدره انك تعملي حاجات معينه ده مشكلتك انت مش انا دلوقتي انا بتكلم عن تيارات الانفلونزا دي بتنزل يعني كده. انا بقول لك انزلي اعملي اللي انت عايزاه في الشارع. انت تيجي مثلا حريه يعني ده التيارات السياسيه عندها ميزه مهمه جدا يعني ميزه استراتيجيه ان هي عندها اعلام. يعني للاسف الاداء الاعلامي سواء الاخوان او الشباب منتهى الصفر. يعني انا من وجهه نظري ان وجهه النظر ان الناس واخداها عن الاداء الجماعه او ضغط السياسيه وتطلع 5 سنين على مش الناس تتابع يعني ايه حاجه اسلاميه. بعد كده نبدا نرجع ان احنا نبني بناء اسلامي يصير على اسس كنت بتكلم برضو عن حاله الترندة وانا ليا تصور الحقيقه في الاخر ان هو يكون ليه الدوله او الكلام ده كله. انا اعتقد ان معظم الناس اللي موجودين هنا يرتضوا الازهر كمرجعيه دينيه. استقلال الجامعة والموقف السؤال